والسؤال الأول مع الأخ عبد القادر من المنتخب الوطني والأخ طه برغيف. تفضل من الإعلام الرياضي. تفضل. مرحبا أخ عبد القادر. شو أخبارك؟ شو الأحوال؟ الحمد لله وشكرا. خلينا نشوف الأخ طه أبو رغيف. احكي لنا أخ طه أبو رغيف. أنا طه أبو رغيف مقدم برامج رياضية، عاشق للرياضة، أحب الإعلام. عندي هواياتي السباحة وركوب الخيل. حافظين هن. اي يعني عندك هوايات غير كرة القدم؟ اي اكيد سباحة وركوب يعني سابح مرة واحدة بس احب السباحة. وركوب الخيل. ركوب الخيل يعني احب ابغى بالتلفزيون. هاي شنو؟ اي بس يعني احبها. والله عبالي راكب خيل قبل. لا عجبك انا التلفزيون كلش اتابع. زين، من اين لك جاءت فكرة انه ان تمارس الاعلام الرياضي او المتابعات الرياضية؟ يعني انا من كنت بالابتدائيه انا اللي اطلع بالصف اقرا الشعر النشيد الوطني من الابتدائيه من انا صغير. ومن كبرت بديت اشارك مهرجانات شعر والقاء وقصيده وهكذا. بديت اخذ جوائز. فعندي قدره على المخاطبه الجميع، حسيت عندي هاي القدره. طيب قلت خليني استثمرها بالاعلام، واستثمرتها وفعلا نجحت يعني. الحمد لله. لكن فعلا هذا موضوع المشاكل، انت تدور مشاكل. انا مو ادور مشاكل، يعني اثاره المشاكل. أنا صاحب رأي. وصاحب الرأي يواجه. تتعنت برأيك أحيانا؟ لا بس يواجه الرأي الآخر، والرأي الآخر أحيانا يكون قاسي، يكون طبعا. زين، قلت لي عندي كانت مواهب بالشعر بالغناء لا بالشعر مو بالغناء. دير بالك خلينا أغني بالشعر يخلص البرنامج. وطبعا اكو شعراء كبار عندكم من بيت أبو رغيف. أنا عندي صديق معروف طبعا، نوفل أبو رغيف. تحياتنا نوفل أبو رغيف، شاعر كبير ومهم. حافظ شيء من شعر نوفل او من الشعر اللي انت حافظه؟ يعني انا من صغير اقرا لمظفر النواب، عريان سيد خلف الله يرحمهم، نزار قباني، متنبي. اعشق الشعر المتنبي. تقدر تسمعنا شيء من هؤلاء الشعراء يعني هوايه عندي. خلي نبدا. يعني الشعبي لو فصيح انت اللي يعجبك اللي حافظه. انا ما اقدر اقول لك اقرا لي قصيده ما حافظها. شنو حافظ؟ زين ليش واحد من يسألك سؤال تنسى؟ كل القصائد راح من بالي. لا حافظين يعني عريان سيد خلف. ايام مثل الديوان القمر والديره، ايام ما يعني النظام سابق شنو نقرا له وشنو نقرا. هلبت ما تجي فاره وهلبت هوش من انقطعت اخباره، عمت عين اللي وجاغل ما تشوف. الله يعني هاي قصائد كانت حماسيه ايام المراهقه. وعريان سيد خلف معروف الله يرحمه. إذا شكرا أستاذ طه، وخلينا ننتقل إلى الأخ عبد القادر. عبد القادر طارق عزيز، لاعب من المنتخب العراقي ولاعب الديوانية حاليا. زين، عبد القادر طارق عزيز، اسمك مرتبط باسم الوالد الله يرحمه، وأنا حسب معلوماتي أنه الوالد طارق عزيز كان واحد من أهم اللاعبين في الكرة العراقية. كان من جيل يعني من جيل قدامى، أعتقد من جيل جمولي وعممو. وكان معروف بتسديد الرأسية. الرأسية كانت واخوك ايضا زياد طارق عزيز، اعتزل زياد حاليا. يعني تعرف الله يرحم الوالد ويرحم الجميع ان شاء الله. الله يرحمهم جميعا. تعرف انا عائله رياضيه يعني، حتى خواتي يعني والدي المرحوم زياد حتى عيال عندي ما شاء الله. يعني تعرف زياد يعني صار له فتره طويله من اعتزال كرة القدم. زين، شنو الاشياء المشتركه بينك وبين الوالد وبين زياد؟ اكيد يعني انت من تجي العائله الرياضيه يعني تاخذ منهم شغلات ايجابيه هواي، يعني نصائح يعني من الوالدي الله يرحمه، من كان الى زياد الى اياد الى والدتي حاليا. اكيد يعني هواي يعني اعطوني خبره في هذا المجال. جميل. اهم مباريات انت خذتها ياهو تتذكر؟ تعرف ورا وفاه الوالد باربع ايام الله يرحمه يعني ويا روحي انه حكيت انه هاي المباراه لازم العبها. كان فتره قليله من توفي الوالد، الحمد لله قدرت اسجل الهدف وارفع التيشيرت مع الوالد، الكرت كانت مع الشرطه. الله حلو. مبروك. اذا خلينا نروح على السؤال الاول. ايد ورا الظهر وايد على الجنب. الاول سهل جدا، ب 8 احتمالات، ب 8 اجابات. السؤال يقول: اذكر اهم العطل الرسميه في العراق. مخرجك؟ انا اشرح. انت اعرف راس السنه. راس السنه. راس السنه ياهم من هن 1/1 صح، وهو احتمال الثاني اخطاها. شو تقرر؟ راس السنه الهجريه. راس السنه الهجريه 1 محرم. نعم
وموجود وهو اعلى من احتمال الاخ عبد القادر. شو تقول؟ مع من نلعب، معكم ام معهم؟ لا احنا شباب على كيفك يعني. يلا احنا شباب على كيفكم. انتم وياكم. تفضل اخ طه وتفضل كابتن. هس يلا شدوا حيلكم، بس انتبهوا انتم ايش راح يطلع لربما يجيكم. اخ داوود اذكر اهم العطل الرسميه في العراق. عيد الجيش. عيد الجيش. ونعم موجود عيد الجيش. وبعد اخ علي عيد الأضحى. عيد الأضحى. ونعم عيد الفطر والأضحى. هاي صار عندنا عيدين بعد. استاذ هشام اذكر اهم العطل الرسميه في العراق. شوفن وتذكروا انتم تذكروا. عيد العمال. عيد العمال 1 ايار. مو صح عيد العمال. باقي 3 احتمالات. يلا استطاع. الأعياد الرسمية تأسيس الجمهورية العراقية. تأسيس الجمهورية العراقية 1958 14 تموز. اذا اقول عيد الايش؟ شو اسميه؟ عيد الوطن. عيد الوطني. عيد الوطني. العيد الوطني. العيد الوطني. ما عندنا ماكو. مو عطلة. 3 احتمالات. واستاذ داوود السريع. عيد الشرطة عيد الشرطة العراقية. عطلة رسمية. خطأ ثاني. وانتم الان اتفقوا. اذكر اهم العطل الرسمية في العراق. عيد نوروز. عيد نوروز. صح. باقي احتمالين بعد. واخ هشام عيد المعلم. عيد المعلم. عيد هو عيد موجود ولكن مو عطلة رسمية مع الأسف. والخطأ الثالث والمنتخب الوطني. كابتن شلون نقول الزيارات الدينية أو المناسبات الدينية؟ ماشي. اي مو كلها مناسبات. هي دينية يعني احنا كنا اتفقنا على ان الزياره احنا بنصير الزياره الاربعينيه. ما لي علاقه. انت حدد اللي تعرفه بعدين هو عبد القادر هو يحدد. يعني المناسبات المناسبات الدينيه وهي هاي المناسبات الدينيه. واخ عبد القادر اذكر لي اهم العطل الرسميه في العراق. ياهو منهم الأربعينية. الأربعين. خلينا نشوف. الزيارة الأربعينية. خطأ. خلي مو انتم تقول المناسبات الدينية هي هواية بس مو كلهن بيهن عطل رسمية. بيهن هي بيهن. هسه خلينا نشوف ياهو. 4 10 محرم. 3 المولد النبوي الشريف. واقول لك مناسبات الدينيه حددت لي. ايه هن هواي هن 2 بس 2. الله بكم بخير. 10 محرم والمولد النبوي الشريف. اذا اعزائي المشاهدين سهلا بكما. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك استاذ داوود؟ والله الحمد لله. شلون صحتك؟ زين. قدم نفسك الى الجمهور. انا داود اسحاق. مقدم برامج رياضيه. نعم. تسالني على الهوايه السفر. لا انا اريد تشجيع. لا مو الي للجمهور حتى يتعرف على داود اسحاق. متزوج. عندي 3 اطفال. بلي. ومقدم برامج رياضيه حاليا. هواياتك؟ هوايات السفر. السفر اي اكثر شيء يعني. زين. شنو اللي خلاك تروح الى الاتجاه والله مقدم برامج رياضيه؟ يعني احب الرياضه وكره القدم خاصه. يعني انا كنت صغير يعني انه احضر مباريات في ملعب الشعب الكشافه في وقت الصناعه. حلو. فكنت دائما احضر مباريات مع والدي وخالي فكانوا يودوني دائما المباريات. طيب هناك حادثه سمعت عنها انه اكو في يوم من الايام صارت هزه ارضيه وخلال تقديم ويا الكابتن عماد محمد. تحياتنا له. والله ويا الكابتن عماد. شلون صارت هاي اللحظه؟ صارت هزة أرضية في بغداد. قوية كانت؟ اي قوية تقريبا يعني 5 كذا يعني 5.4. والاستوديو اي راح انتوا شلون حسيتوا؟ انا بس قلت له اهدى وقعد.
شكله غش ما اقدر. اهلا وسهلا أهلا وسهلا داود. بك أستاذ. وخلينا نشوف الكابتن عماد. اهلا وسهلا بك استاذ. انا عماد محسن، لاعب منتخب وطني ومثلت العديد من الانديه. متزوج وعندي طفله ما شاء الله. كنز. الله يحفظها. الله كنز. يسلمك. كنز. اسمها كنز. الله حلو هذا الله الاسم. يسلمك الله يخليك. هواياتي الرياضه بشكل عام طبعا. الرياضه اكيد ومشاهده الافلام والمسلسلات العالميه الاجنبيه. حلو. والان وين تلعب باي منتخب؟ حاليا أي نادي فريق؟ بغداد. نادي بغداد. نادي بغداد. اهم المباريات اللي لعبتها تقريبا. والله هي كثيرة. شوف اغلب المباريات اللي لعبتها يعني مع نادي القوة الجوية اللي مثلنا بها كاس الاتحاد الاسيوي والخارجية. حصلنا بها بطولات يعني للمنتخب، افادت البلد. نعم. وافادت النادي. نعم. بمن تاثرت من اللاعبين العراقيين؟ اكيد المرحوم احمد راضي. الكابتن حسين سعيد نسمع عنهم. نعم. الكابتن يونس عبد علي هداف الدوري نعم. القياسي. تحياتنا لهم جميعا. تحية كبيرة. إذا أهلا وسهلا أخ عماد. وخلونا نروح إلى الإجابات. السؤال يقول اذكر كلمة باللهجات العراقية والعربية بمعنى هكذا. باللهجات العراقية والعربية. نعم أنت. بمعنى هيجي. نعم هذا موجود. وأقوى احتمال هيجي بالعراقي. قرر مع من نلعب، معكم أم معهم؟ ويانا. تفضل أخ داود. تفضل أخ عماد. بس ما يخالف. مو أنتم جدكم وما فتحتوا اثنين إن شاء الله. لو فاتحين واحد كان فتحوا. وأخ علي، اذكر كلمة باللهجات العراقية والعربية بمعنى هكذا. المصري يقولون كده. بالمصري يقول كده هكذا. نعم برافو. الاحتمال الثاني. والاخ هشام. بالخليجي كذي. بالخليجي كذي. برافو. وسطها. اذكر لي كلمة باللهجات العراقية والعربية بمعنى هكذا. هيك. الله هيك. هيك يا كيك. هيك يا كيك. يا هيك ولا هيك شبيك قال لي هيك. هذا غش. هذا غش عيني. هسه راح يسمعوك. هذا غش. هيك عيني. واستاذ داود يلا عيني. اذكر لي كلمه باللهجات العراقيه والعربيه بمعنى هكذا. طلعت عندنا هيك بالعراقي، وكذا بالمصري، هيك بالشامي، وكذي بالخليجي. هي كذي يمكن كذي. نعم. هو اللي قامت تصعب. يلا شيء من اذا سامعه من اخطارنا العربيه هوايه اكو لهجات. خطأ الاول. والاخ علي انت صافن لها راح تعرفها. شو تقول اخ علي؟ جاي يمشي على الدول. هسه مصر عبرت للجزائر. ما اعرف بس بزاف. هسه صح مو صح ما ادري. شنو؟ لا شنو؟ بزاف؟ لا ما قالها. لا ما قالها. ما قالها. ما اعرف. بزاف. الخطأ الثاني بزاف يعني هواية يعني. والخطأ الثاني المنتخب الوطني يفكر باللهجات العراقية والعربية. اذكر لي كلمة واحدة فقط. لويش. بمعنى هكذا. لويش سؤال. ليش لويش؟ لا هكذا. وهسه المنتخب الوطني يلا طالعة 4 وباقت لكم 4. واحد منك. منا كبدي. منا لا ما محضر اجابه والله. هو اللي راح يختم. قول لي اروح بالعدي. انت ما تعرف ما محضر اجابه؟ بالمغربي والهكا. المغربيه يقولون هكا. هسه انت هذه ما عندي هكا. هسه الان يمك. ترى انتم قرار يم الكابتن. يلا اذكر لي كلمه من الكلمات باللهجات العراقيه والعربيه بمعنى هكذا.
بالعراق اللهجه اللي قالوها، اكو احتمال ثاني عادي بالعراقي؟ ما يعني ممكن تطلع وممكن ما موجوده. يلا ها هي نفس شنو؟ الاتفاق. هكا 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 والله العظيم هكا هكا باللهجه التونسيه. تونسيه هكا جايكم هكا هو هكا 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 وهكا هو هكا بالتونسي. اذا 8 على بالزاف. الكيهو كذي باليمن باليمني مو صح؟ ايه لا شلون؟ كيهو كذي باليمني و7 كذا هكذاك بالجزائري هكذاك يعني هيجي و4 هيتس بالسعودي. يعني هيت ها زين اخذوا 72 نقطة و74. يلا شدوا حيلكم. اذا اعزائي واخر خميس الشهر وممكن من 2 امبير. شلون صحتك؟ نعم. برغام اسماعيل داوود لعبت بمنتخبات غير عراقية؟ لا ما لعبت. لا أندية غير عراقية. غير عراقية. لعبت بالدوري التركي. الدوري التركي. نعم. الآن في نادي الطلبة حاليا. في نادي الطلبة الآن يعني الآن بالطلباوي يعني وياي. اي احكي لي على اللعب في تركيا شلون شفته؟ والله تجربة. أنا بقيت 3 سنوات. لكن جتني إصابة. كان عندي احتراف من أحد الأندية الكبار اللي بالدوري التركي فنربخشة. لكن صارت لي إصابة ويعني ما كملت. رجعت للعراق. أنا أشوفها بالنسبة لي تجربة جدا ناجحة. حلو. وممكن تكررها؟ والله نطمح ان شاء الله. ان شاء الله. والان مع الطلبه مع الطلبه هذا الموسم الاول مع الطلبه وان شاء الله نطمح ان نقدم مستوى يليق باسمنا وباسم هذا الانيق ان شاء الله. وهواياتك غير كرة القدم؟ انا ما عندي هوايات يعني ابغى مسلسلات. دائما ما احب اقعد غناء يعني أدب. الشعر اسمع بس ما احفظ. ما تحفظ؟ اي اغاني هم اسمع بس ما احفظ. ولا تغني؟ لا يعني يلا شكرا. اذا واخ علي قدم نفسك للجمهور. استاذ علي. علي سالم ماجستير قانون. نعم. مقدم برامج رياضيه تحديدا برنامج كوره وهواياتي الكتابه. احب اكتب هواي. ومن هواياتك الشعريه الغنائيه الفنيه؟ هاي من كنت طالب جامعه تعرف الحبوتشيه هواي يسمعون شعر وكذا. لا بس حاليا كل اهتماماتك كتابه ومتابعه الاخبار الرياضيه باعتبارها في صلب عملنا فلازم تكون مواكب لكل الاحداث. ايش قد صار لك تمارس العمل؟ انا بديت بالاعلام كاتب، بعدين تحولت للاذاعه، بعدين صرت مراسل، بعدين صرت مراسل حربي، بعدين اتجهت لتقديم البرامج الرياضيه باعتبار انا مارست كره القدم بالانديه وبالمنتخبات بالفئات العمريه. يعني لو مستمر هسه جوز ضرغام اعبر هيك علبق. الله الله الله. بعد عنده هوايه هو. زين اخ علي شلون ما تقول من هواياتي ابو علي سالم؟ لا هو عنده هوايه يسوي مشاكل. حلو بالبرنامج ماله. حلو اختصاص. زين علي احكي لي منو من المقدمين البرامج العرب يثير اهتمامك؟ مقدمين البرامج الرياضيه. شوف انا بكل دوله اتابع مجموعه. هو اريد تسمي لي مثلا اي مقدم برامج بالعراق ممكن اكون مخطئ. من تقول له مثلا منو افضل مقدم برنامج رياضي عربي يقول لك مصطفى الاغا. هذه ما يختلف عليه اثنين طبعا. ابو كرم. زين. انا شخصيا اميل لوليد الفراج. مقدم برنامج اكشن على MBC اكشن. يعجبني اسلوبه شوي، طرحه جريء، فضلا عن طبعا مصطفى الاغا يعني علم من اعلام تقديم البرامج. والله اثنينهم متابعهم. في مصر ابراهيم المنيسي. حلو. في السعوديه تركي العجمه. طبعا اسماء كثيره. ومن المغرب العربي في تونس ايضا. فارق اللغه والاختلاف باللهجات صعب افتهمهم، فما من تابعهم وهم بعيدين، دورياتهم ما مسوقه انه بشكل واضح، رغم انه ترى هم عندهم برامج رياضيه طبعا متعصبين يعني كجماهير. جدا طبعا جدا طبعا. شكرا جزيلا اخ علي. اذا نروح على السؤال الثالث. ايد ورا الظهر، ايد على الجنب، ايد على الجنب. السؤال الثالث سؤال بيه 8 احتمالات، بيه 8 اجابات. السؤال يقول: سأل اب ابنته عن مواصفات الرجل الذي تقبله كزوج، فكتبت له الجواب
في ورقة، فماذا كتبت؟ يلا كابتن. يعني مثقف. ها؟ مثقف. مواصفات؟ نعم، وهو الاحتمال السابع. شو تقول أخ علي؟ خلوق. لا، خطأ. قرر مع من نلعب. يلا يلا تفضل. الكابتن سؤال بسيط. سأل بنته عن مواصفات الرجل الذي تقبله كزوج، فكتبت له الجواب في ورقة، فماذا كتبت؟ قلنا ذكي ومثقف، وبعد شنو المواصفات؟ خلينا نقول متمكن يعني ماديا، مو تقصد؟ خلينا نقول متمكن ماديا. نعم، موجود. ونجي الآن نسأل الكابتن عبد القادر. حب. فماذا كتبت؟ حب. الحب. لا، خطأ. المواصفات في الرجل اللي تريده، قلنا رجل ذكي ومثقف، وضع المادي جيد. وكابتن عماد ممكن وسيم. أن يكون وسيما. أيها مثلك مثل عماد الوسيم. يلا. وإذا كابتن ضرغام أن يكون موظف. أن يكون موظفا. لا، خطأ مع الأسف، خطية. هذا الموظف مظلوم. ما هو من قال؟ أحد مواصفات. لا، هو من قال وضع المادي جيد، سواء تاجر أو موظف راتبه زين. يعني هذه المواصفات اللي ربما تقبل. الكابتن علي. متدين. ممكن. متدين متعلم. خريج. متدين. هو اني يعني متدين. مات. خلينا نشوف هشام. سأل أب ابنته عن مواصفات الرجل الذي تقبله كزوج، فكتبت له الجواب في ورقة. مواصفات هي يعجبها أن يكون بالرجل هذه المواصفات، فشنو اللي كتبته؟ يعني كان يكون تحصيل العلمي جيد، صاحب شهادة. يعني صاحب شهادة. الشخصية وأستاذ داود. الشخصية. الآن أنت سمعتهم. أنت شو تقرر على هذا السؤال اللي يقول سأل أب ابنته عن مواصفات الرجل الذي تقبله كزوج، فكتبت له الجواب في ورقة، فماذا كتبت؟ ما هي مواصفات الرجل الذي تطمح فيه؟ شخصيته. صح. قوة الشخصية والإرادة. وثمانية، يفهم بالأتكيات. حلوة هاي، قوية مو؟ ايوه صعبة اصلا ما نفكر. ليش؟ مو احنا مو بينات حتى نفكر فيها. لا عاد شلون جاوبتني؟ قلت لي واني وسيم ما ادري شنو. الوسامة هاي جزء من المظهر لازم. لا الاتكيات عمي هسه كلها اتكيات. شلون تقعد، شلون توقف، شلون تاكل، شلون تتعامل. وستة، يحترم وقته، يعني جاد، انسان جاد بالحياة. خمسة، لا يشخر. يا ويلي، اهم نقطة. طبعا اذا يشخر 24 ساعة. وأربعة لسانه مهذب. جمعنا مهذب ويحترم الناس وما يسيء في الكلام. إذن أعلام الرياض، أهلا وسهلا بكما. مرحبا. شلون صحة؟ يسلمك كابتن علي، شلونك؟ أهلا وسهلا بخير. الله يسلمك. كابتن علي، قدم نفسك للجمهور. علي فايز، لاعب المنتخب الوطني. ومثلت العديد من الأندية الداخلية والخارجية. احترفت في الدوري التركي، الدوري القطري، الدوري الكويتي. أين وجدت نفسك في أي دوري؟
التركي ام القطري ام الكويتي؟ والله بصراحه كلهم تجارب ناجحه بالنسبه لي اكيد، وكلها تجارب يبدو من كل استفادت من كل سنه كل مكان استفادت شيء. والان بالكويت تلعب؟ اخر سنه بالكويت نعم. حاليا لا، حاليا بعدني ما الان بعد ما مقرر ان تلعب مع اي دوله اي نادي، ممكن داخلي او خارجي ان شاء الله. اتمنى لك الموفقيه. شكرا. طيب هواياتك شنو غير ممارسه الرياضه اللي هو الان يعني مهنتك؟ والله انا احب السباحه، احب كره اليد واشاهد. حلو. ومن محبين يعني الافلام والمسلسلات. ومدمن لعبه ببجي. ببجي؟ نعم. والله تلعب ببجي؟ خلينا نلعبها نيويورك ان شاء الله. استاذ علي، وخلينا نشوف الاستاذ هشام. حبيبي استاذ جواد، قدم نفسك استاذ هشام الى الجمهور. ان شاء الله. هشام محمد. محمد خريج تكنولوجيا كهرباء. اعلامي رياضي، مقدم برامج، يعني هواياتي دائما كل شيء متعلق بكرة القدم. ابدا كل شيء. طيب شنو خريج تكنولوجيا شهادتك ما لها علاقة الان بالتخصص، شلون قدرت أن تجمعها؟ بصراحة هو شغف كرة القدم. التعلق بكرة القدم. ليش ما رحت الكلية التربية الرياضية مثلا؟ لانه الاختصاص مختلف يعني. في وقت الدراسة جرتنا ان نوصل. بس بعد الدراسة لا ابدا. خلينا نقول مثلا ما يرغب القلب والعقل رحنا معه. طيب وعندك هوايات غير تخصصك وغير مجال عملك؟ يعني القراءة، الادب، بس الشعر، المطالعة واي شيء يخص كرة القدم، ما يخص الكرة، تحليل الكتب الخاصة بالعمالقة والاساطير، كل شيء يخص الرياضة. اذا شكرا جزيلا استاذ هشام، وشكرا كابتن علي. خلينا نروح على السؤال الرابع. السؤال الرابع حلو، 8 احتمالات ايضا ب 8 اجابات. السؤال يقول: سمي اماكن عادة ما تتعامل مع زبائن دائمين. نعم كابتن علي، سمي لي هذه الاماكن اللي عادة ما تتعامل مع زبائن دائما معهم. حلاقة. مع الحلاقة؟ لا خطأ، ما اجى مع الاسف، ولا هو احتمال صح. سمي لي اماكن عادة ما تتعامل مع زبائن دائميين. المولات. ومحل سلع وبضائع. فعلا اكو بضائع وسلع انا احتاجها دائما اتعامل وياهم ويتصلون بي. قرر مع من نلعب، معكم ام معهم؟ معنا. يلا تفضل استاذ هشام. كابتن تفضل. 74 192. وهاي الجولة ايضا مضروب نقاطها ب2. واستاذ طه. مدن الالعاب، مدينة الالعاب، مدينة الالعاب، الملاهي، مدينة الملاهي. خطأ، ما له علاقة. واستاذ داود، سمي لي اماكن عادة ما تتعامل مع زبائن دائمين. قلنا محل سلع وبضائع، وبعد البنوك، المصارف. صح، وهو اعتقد اعلى احتمال. طبعا. وبعد استاذ علي، يعني ممكن الاسواق. الاسواق مو قلناها المحل سلع وبضائع. عفي حفظتوا لي الدرس. يلا برافو. والاستاذ هشام مرة ثانية نرجع لك. المستشفى. نعم موجود، وهو عيادة الطبيب، المراجعات عند الطبيب في مستشفى أو في عيادة خاصة. طبعا يتعامل مع زبائن دائمين، مرضى. والأستاذ طه. الفنادق، الأوتيلات. نعم برافو. الآن أصبحت الفنادق تتعامل مع زبائن دائمين حتى تستمر الضيافة عندهم ويتعاملوهم عن طريق الإيميلات. وأستاذ داود شو تقول؟ سمي لي أماكن عادة ما تتعامل مع زبائن دائمين. حسب يعني حسب اختصار، يعني الملاعب. لا خطأ. ونروح إلى المنتخب الوطني. يلا جواب واحد وإلى أن نوصل الكابتن هو يقرر. كابتن علي، سمي أماكن عادة ما تتعامل مع زبائن دائميين. المطاعم. هاني الذهب.
محلات ذهب. اذا مطعم محل ذهب. وش تقول كابتن عماد؟ المطارات. المطارات. الان عندك 3 احتمالات، كل احتمال شكل، انت اللي تقرر او تجيب احتمال اخر كيفك. وقت ما عندك. محل ذهب. محل ذهب، محلات الذهب، محل صياغه. 310 و74. خلينا نشوف باقي الاحتمالات. 7. المطعم طبعا يتعامل مع زبائن دائمين. صحيح اجابتي مشيها. و6 محل صيانه سيارات الكهربائيات، مو صح؟ و5 المقهى، دائما يتعامل مع زبائن عده معروفين يرتادوا. 4 صيدليه. عياده وطبيب. لا صيدليه غير. صيدليه غير. انا عندي كذا صيدليه تعامل يوم. اذا 310 الاعلام. السمه الاخيره. شدوا حيلكم المنتخب الوطني. من راح يجينا؟ يلا كابتن عماد تفضل. ومع الاعلام الرياضي الاستاذ طه ابو رغيف. يلا. اذا السؤال راح نروح على طول دي. ايد ورا الظهر، ايد على الجنب، مضبوط. وانتبهوا للسؤال. السؤال هذا بكم احتمال مالات، يعني 8 اجابات. السؤال يقول اذكر أندية عراقية هي الأكثر حصولا على كأس الدوري العراقي. كابتن عماد. شكرا. ها؟ زوراء. الزوراء. ونعم أيها الزوراء. الزوراء هو 14 مرة حصل على الكأس. تحية لفريق نادي الزوراء طبعا، وللكابتن فلاح حسن. انت وياكم؟ شو هم يسووا لي هيك يعني تقديم معلوماتهم وياكم؟ شباب يلا قرر. يلا تفضلوا ويانا. يلا خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف بعدين. يلا انا ما لي علاقه هسه. نحب نادي تبدي؟ لا راح ابدي من الكابتن ضرغام. كابتن ضرغام. نعم. اذكر نادي من الانديه العراقيه اللي هي اكثر حصولا على كأس الدوري العراقي. القوة الجوية. القوة الجوية. صح. الجوية اخذتها 7 مرات. برافو. اذا كابتن علي اذكر لي نادي من الاندية العراقية اللي هي اكثر حصول على كأس الدوري العراقي. الدوري العراقي. الشرطة. نادي الشرطة. نعم موجود. نادي الشرطة. ونادي الشرطة اعتقد حصل 5 مرات، 5 دوريات. وكابتن عبد القادر. الأنيق الطلبة. ها؟ طلبة. الطلبة. نادي الطلبة، نادي الأنيق 5 مرات حصلوا الطلبة. باقي 4 نوادي مهمة حصلت على الأكثر حصول على الدوري العراقي. أربيل. صح. برافو. 3 باقي. يلا كابتن ضرغام. دهوك. ليش؟ مع الاسف اخذوه بس ما موجود بالاحتمالات. كم مرة اخذوه؟ اخذوه مرة. مو احنا الاكثر حصولا. الاكثر؟ طبعا. طبعا. يعني من عددنا الزوراء لحد الان اللي اخذ دوري اكثر مو هي 8. والاخ علي دوري العراقي. الميناء. صح. خلينا نشوف الان الكابتن عبد القادر. انتبه باوع. السؤال يقول اذكر نادي من الانديه العراقيه اللي هي اكثر حصول على الدوري العراقي. الرشيد سابقا، حاليا الكرخ. الرشيد. نادي الرشيد. صح. برافو. باقي اخر احتمال. اذا عرفتوه راح تاخذون الجوله كلها. وكابتن عماد. هم ناديين لكن الاكثر حصول اكثر مرات. ها؟ صلاح الدين.
نادي صلاح الدين. لعبتنا هاي 374. الله مع المنتخب. الله حلو الله حلو. لا هي فعلا يعني واضح انه كان جدا يعني هم قدروا ان يفتحوا الاحتمالات. الاعلام الرياضي وجودكم كان رائع وجميل ومشرف ومضيء، وقناة الام بي سي العراق تشكر وجودكم وتحملكم عناء السفر وجيتكم إنه وتقدم لكم هدية متواضعة جدا 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 500,000 دينار عراقي. شكرا لحضوركم. أما المنتخب الوطني فمبارك لكم تأهلكم إلى أسئلة السرعة. أعزائي راح نسأل الكابتن عبد القادر 5 أسئلة في 20 ثانية، والكابتن عماد نفس الأسئلة في 25 ثانية، لذلك ندعوك إلى أيام في سنوات المدرسة يصعب نسيانها. باز. اسم شهر ميلادي فيه نقطة واحدة. آذار. شيء يتحكم بحركة السيارة. دواسة وقود. أين تختبئ الصراصير؟ المجاري. مطرب لقبه الزين. نور الزين. أيام في سنوات المدرسة يصعب نسيانها. رسوب. الرسوب يقول. إذن خلينا نشوف النقاط اللي حصلت. كان أيام في سنوات المدرسة يصعب نسيانها. قلت لي باص ورجعت عليك جاوبت قلت الرسوب، والرسوب 20 درجة. ممتاز. السؤال الثاني اسم شهر ميلادي فيه نقطة واحدة. قلت آذار، وآذار 30 نقطة صح. السؤال الثالث شيء يتحكم بحركة السيارة. قلت ايش قلت؟ دواسة وقود. دواسة الوقود البنزين صح 25 نقطة. السؤال الرابع أين تختبئ الصراصير؟ قلت لي في المجاري، والمجاري صح يعني 90 نقطة عندك. السؤال الخامس مطرب لقبه الزين. قلت نور الزين. نور الزين، ونور الزين 31 نقطة. اوه 129 نقطة يعني باقي قد الكابتن عماد 69 171 نقول؟ لا لاش جنب الرياض القادم. اهلا تفضل. تفضل كابتن. و5 أسئلة في 25 ثانية. الكابتن عبد القادر قدر يحقق خوش نقاط، انت نقاطك قليلة اقل من 100 وتفوزون ان شاء الله. 5 أسئلة في 25 ثانية. ايام في سنوات المدرسة يصعب نسيانها. الرحلات المدرسية. اسم شهر ميلادي فيه نقطة واحدة. آب. شيء يتحكم بحركة السيارة. ستيرنج. أين تختبئ الصراصير؟ الأخشاب والأثاث. مطرب لقبه الزين. نور الزين. غيره. جلال الزين. جلال الزين. حلو. الكابتن عبد القادر قدر يجيب 129 نقطة. مطلوب من عندك ايش قد دكتور كابتن عماد؟ تقريبا 71 70 71 كابتن. السؤال الأول كان أيام في سنوات المدرسة يصعب نسيانها. قال الرسوب 20 نقطة. أنت قلت الرحلات المدرسية السفرات، والسفرات جابت 25 نقطة. حلو. أسرة وأصدقاء وزملاء. والسؤال الثاني اسم شهر ميلادي فيه نقطة واحدة. قال آذار 30 نقطة. أنت ايش قلت؟ آب. اللهاب. الله هاي الله عافيك. السؤال الثالث دواسة الوقود أخذ 25 نقطة عليها الكابتن عبد القادر على سؤال شيء يتحكم بحركة السيارة. أنت قلت الستيرن، المقود، الستيرن. خلينا نشوف باقيكم أنتم 14 نقطة. خلينا نشوف الستيرن. يجوز الستيرن. يلا 20 نقطة تفضلوا.
يلا مبارك تعال